السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه يا حبايبي؟ طبعًا وحشتوني أوي، 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 أوي. بقى لي كتير أوي ما نزّلتلكوش فيديوهات، فمعلش كنت بس في شوية تعب كده بس معلش. طبعًا يعني أنا ما عنديش المشاهدات اللي هي الواو يعني اللي هي بتقلق عليَّ مثلًا والّا حاجة. بس في بعض ناس محترمين بيبعتوا لي كل يوم إن هم قلقانين على غيابي، فأنا باطمنهم يعني، بس هي النفسية يعني تعبانة شوية. معلش كنت أنا طالعة، أنا مش عاملة الفيديو يعني شغل ولا أي حاجة، أنا طالعة بس باوريكم الأرانب دي وباطمنكم عليَّ. الناس اللي بتسأل عليَّ، الحمد لله نحمد ربنا على كل حاجة. حبيت بس أوريكم الأرانب ديّة. دي الأرانب اللي هي اللي عندي اللي طلعت. الفيديو دوّة طبعًا قديم، بس أنا قُلت أنزّله لكم أعمل عليه صوت جديد وأطمنكم عليَّ. إن أنا إن شا يعني الحمد لله بخير، وإن شاء الله هنعمل فيديوهات جديدة بإذن الله الأيام اللي جاية. فقُلت أوريكم برضه الأرانب ديّة. طبعًا الفيديو اللي جاي إن شاء الله هتشوفوهم حاجة تانية خالص. أنا كبروا وحطيتهم في البطارية، طبعًا اتفطموا وحطيتهم في البطارية. ما شاء الله يعني اللي على إيدي دوّة المفروض إن هو عنده شهرين، تمام، مش الوقتي، لأ لمّا هتشوفوه. الوقتي عنده بتاع 8 أيام أو 9 أيام. أمّا هتشوفوه إن شاء الله هيعجبوكم طبعًا. أنا يعني هي هواية من زمان، والحمد لله برضه واخدة بالي منهم، ومش باطعّم ولا بادّي تحصينات ولا كلام من ده. طبعًا الحارس ربنا، وهو اللي بيسترها معايا عشان عالم بالظروف، وعارف إن أنا ما باهملش فيهم. أنا طبعًا ما باهملش فيهم خالص. قبل ما باحط أكلنا بابُص لهم، باخُش لهم، بانضّف لهم، باهتم بنوع الأكل اللي أنا هاقدّمه لهم طبعًا. وده سبب الفيديو إن شاء الله. ده الفيديو اللي أنا هاعمله لكم مخصوص بسبب العلف اللي منتشر اليومين دُولة. زبالة، زبالة، منهم لله اللي عملوه. طبعًا العلف، حتى العلف غشّوه، يعني غِلي واتغش، مش عارفة إزاي ده. طبعًا الأرانب الكبيرة بصّيت لقيتها عمّالة تخِس كل يوم في النازل، عمّالة أرمي أكل وأرمي وأجيب شكاير علف وأرمي. نوع معيّن اللي أنا كنت ماشية معاه اتغش، والله يسامحهم طبعًا ضرونا معاهم. الشكارة ب370 جنيه، وبصّيت لقيتهم عدمانين وشعرهم بقى وقع. يمكن أنا بعد الفيديو اللي أنا سجّلته نزّلته لكم، اللي أنا باقول على نوع يعني ليه شعر الأرانب بيُقع ليه كتير وكده، بيبقى ليها أسباب. من ضمن الأسباب دي أنا عرّفتكم إن طبعًا قِلّة تغذية، وده صح اللي حصل معايا، عشان نوع العلف دوّة عدمهم جامد. كل يوم الأرانب في النازل، وبصّيت لقيتهم شعرهم نحل. مش نحل يعني خالص، لأ أنا هاوريهم لكم برضه إن شاء الله. بكرة هاصور فيديو جديد وهاوريهم لكم، هانزّله لكم. الأرانب اللي هي الصغيرة دي هاوريها لكم وصلت لإيه، وهاوري لكم طبعًا أنا عالجت أو اهتميت أو غيّرت نوع العلف اللي أنا كنت باستعمله. هاوريكم العلف الجديد دوّة عمل معاهم إيه، ما بين تقريبًا كده بتاع 6 أيام، ولقيت الأرانب دي أكِن ما فيهاش أي حاجة. لقيتهم طبعًا ريّشوا بقوا حلوين، واللي هم كانوا خاسين دول لقيتهم مرعرعين. فطبعًا نوع العلف دوّة ليه أهمية جامدة، أو سبب أساسي في تربية الأرانب. أدام بتوكّليهم علف، فلازم تختاري نوع العلف الكويس اللي تقدري تجيبيه لهم. أنا بطّلت أجيب شكاير، لأ مش هاجيب شكاير تاني. أنا باجيب مثلًا 2 كيلو، 3 كيلو
كل مثلا أسبوع، لأن أنا يعني قللت منه برضو بعد ما خليتهم ردوا صحتهم شوية، فقللت من العلف لأن العلف غلي قوي. فبرميلهم عيش وبرميلهم جنبنا واحد بتاع خضار بيديني كل يوم الحاجة اللي فايضة معاه. والحمد لله يعني قدرت أوصلهم تاني زي ما كانوا عندي. وطبعا والله ده ما سبب خالص غيابي ده، يعني أنا بس كنت متضايقة شوية، كان في شوية ظروف كده ومشاكل، فنحمد ربنا على كل حاجة. فحبيت طبعا اوريلكم الحاجة ديت عشان لما انزل لكم الفيديو الجديد هتشوفوا دول ايه وبقوم ايه. وهعرفكم برضو حاجات كتير. اهم حاجة تاخدي بالك من نوع العلف اللي انت هتستعمليه من الاول ومن الاخر. العلف ثم البرسيم. البرسيم لازم تبيتيه في الايام ديت، لازم البرسيم يبات عشان المية اللي هي فيه دي مضرة برضو ليهم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشتركوا معايا وحطوا لي اللايك.